السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة او دوازتاي سهلة واقتصادية بمكونات جد بسيطة وكتجي هشيشة ورائعة شكلا ومذاقا. فتابعوا معايا الفيديو للاخير باش نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. اول شيء في المقادير عندي هنا 250 غرام ديال الزبده او ربعه ديال الزبده من اصل حيواني او ديال العبار. عندي كاس ديال سنيده او ديال سكر كلاصي اللي بغيتو، وكاس ديال الزيت النباتيه. هنا عندي كيس سكر بنكهه الفانيلا، وساشي واحد ديال خميره الحلويات، جوج بيضات، ودقيق ديال الحلويات يكون من نوع الممتاز مغربل بطبيعه الحال. وبالنسبه للتزيين فعندي جنجلان ابيض ولي سوغيز كونفي اولا الكرز معسل. صافي ندوزو دابا الطريقه. في واحد القصعه خديت هنايا 250 غرام ديال الزبده اللي خليتها بدرجه حراره المطبخ باش كتجي سهله في الخدمه. غادي نزيد عليها كيس ديال سكر ديال الفاني، وهنا عندي كاس ديال سنيده اللي طحنته شويه. تقدروا تخلطوا ما بين سكر كلاصي وما بين سنيده، اولا ديروا سنيده اولا سكر كلاصي اللي بغيتو. سكر كلاصي كيعطيها الهشاشه وسنيده كتعطيها القرمشه. صافي هنا كنخدم مزيان داك السكر مع الزبده حتى كتولي عندي على شكل بوماد. كنزيد هنايا كاس ديال الزيت، هنا عندي كاس صغير، الا استعملتوا كاس ديال العنبه ديروا غير نص كاس ديال الزيت. صافي وكنخدم مزيان مزيان هاد المكونات حتى كينسجم ليا هذاك الزيت مع الزبده وكيولي عندي الخليط على شكل كريمي. صافي بعد ما كنخدمها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا وكتذوب لينا هذيك الزبده بالحراره ديال اليدين، غادي نزيد البيض يعني وحده بوحده حتى غندخل البيضه الاولى مزيان مزيان بهذا الشكل هذا في هذاك الخليط. عاد كنزيد البيضه الثانيه وحتى هي كندخلها مزيان مزيان. يعني هاد المراحل ضروريين باش كتنجح معنا هاد الحلوه. صافي كندخلها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، وكنبدا نضيف الدقيق ديال الحلويات اللي مغربل تدريجيا، وغادي نزيد كيس ديال خميره الحلويات. صافي وغادي نبدا نجمع في هذه العجينه. غادي نزيد الدقيق فيما بعد حتى غادي نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه، يعني ما تكونش قاصحه، يعني غير نحسوا بهذيك العجينه كتبدا كتشكل لينا. صافي كنحبسوا من الاضافه ديال الدقيق. صافي هنا كما تشوفوا معايا كنخلي العجينه تكون رطبه بهذا الشكل هذا باش ما كيخرجش لينا منها الزيت، وباش كذلك كتجينا الحلوه هشيشه. صافي هنا كنجرب غير كتبدا تجمع ليا على شكل كره بهذا الشكل هذا. صافي راه كنحصلوا على الخليط هو هذاك ديال الحلويات. صافي هنا غادي نبدا ناخذ شويه من العجين ونكورو ما بين يديا بحال هذا الشكل هذا. صافي كنكورها بهذا الشكل يعني والقياس راعينكم ميزانكم، يعني ديروهم صغيورين اولا ديروهم متوسطين شويه. صافي هنايا كندوزها في الجنجلان البيض وبلا ما نديروا ليها يعني بياض البيض لانه غادي تشقق الحلوه في الفران. صافي راه هكاك تلصق مزيان مزيان. وكنزينها بنص حبه ديال هذاك الكرز المعسل اولا لي سوغيز كونفي. وكنستمر بنفس الطريقه كما تلاحظوا معايا. كناخذ شويه ديال العجين وكنكورو بهذا الشكل هذا وكندوزها في هذاك الجنجلان البيض بهذا الشكل. صافي وكندير فيها واحد ثقب في الوسط وكنزينها بهذاك الكرز. صافي وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله وكنعمر هذيك اللاطه وكندخلها الفران باش طيب على درجه حراره 180 او لا اقل، يعني على حسب الفران ديالكم. درجه حراره اللي تكون قليله غير من التحت حتى كتبدا طيب. عاد كنشعل عليها شويه من الفوق، ما خاصهاش تحمر بزاف اولا تاخذ لون ذهبي بزاف، غير واحد شويه كما تشوفوا معايا. وراه كتعطي واحد الكميه اللي وفيره كما تشوفوا معايا، جوج لاطات ومازال اللاطه الثالثه في الفران. صافي هنا كما تشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديالها بعد ما كنخرجها من الفران. كتجي بهذا الشكل هذا كتجي رائعه وكتجي لذيذه وهشيشه كما تشوفوا معايا، هشيشه ورائعه وكتجي من اروع ما يكون. وحتى الشكل ديالها كيجي زوين بزاف كما تلاحظوا معايا. كنخليها كطيب مزيان من التحت كتاخذ حقها في الطياب، ومن الفوق يعني غير واحد شويه ما كنخليوهاش تحمر بزاف باش كيجي الشكل ديالها زوين بزاف كما تلاحظوا معايا. كنتمنى الحلوه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها لانها فعلا تستحق التجربه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. خليتكم على خير، شكرا للمشاهده والى اللقاء.